الممثل المغربي عنده مشكله مع الحكومات المغربيه. علاش قلت حكومات وماشي حكومه وحده؟ حيت فعلا الحكومه اللي جات كتعطيه للراس، و100% غتكونوا لاحظتوا باللي في هذه الاعوام الاخيره ما بقاش سعيد كيبان بزاف بالمقارنه مع بشحال هادي. ولكن واخا الحكومه مقصحه راسها معاه، الا ان سعيد كيفضل على انه يتقاتل بوحدو ولا يرضخ الاوامر ديالهم باش زعما يعطيوه الفلوس اللي هو محتاج ليهم. مؤخرا سعيد اعلن على الفيلم ديالو اللي هو نايضه كبرها صغار، واللي هو واحد الفيلم كيهضر فيه على الدراري اللي ساكنين في الكريان، وبالاخص القصه ديال سعيد مع الام ديالو اللي مرضت بالقلب. ولكن كيتفاجئ انه فاش داها السبيطار ديال الدوله باللي كيقولوا ليه بلي لا سكانير خدام، ومن فوق هادشي خاصو يخلص رشوه، وحتى من العمليه ديال القلب اللي خاصها دير غتكون مكلفه بزاف، خصوصا وانه حتى الرميد ما معاونوش. هادشي كامل كيخليه يدير يدو في يد رفيق بوبكر واسماء، وكيمشي للوطيل اللي هي خدامه فيه باش يهضر مع رئيس الحكومه ويطلب منه انه يعاون الساكنه ديال سيدي مومن، بحكم انه فاش بغى يترشح للانتخابات جاو طلب الاصوات ديالهم. ولكن في واحد النقله دراميه سعيد كيصدق هاد السفردي وكيهدد هادوك الدبلوماسيين والوزراء، وكيصدقوا متدخلين مالين لحطات الملاح، والقضيه كترون ديال بصح حتى الاخير كيبان على انه رئيس الحكومه فعلا كيتاثر بالخطاب ديال سعيد. لكن المفاجاه انه في الاخير السي الوزير كان ما مأثر ما حتى شي حاجه، وانما من الاخر كان خايف غير على راسو. هذا الفيلم اللي تقريبا واحد عام هادي وهو كيدور في قاعات السينما، كيقول سعيد على انه ما ربحش منه مداخيل كبيره بحكم انه القاعات السينمائيه في المغرب قليله بزاف، وبالتالي بما انه سعيد يعني ما رجعش عليه هذا الفيلم باش يربح اللي هو كبير، فرتأى لانه يتواصل مع وزاره الثقافه ويشوف اذا كان ممكن انه هذا الفيلم يدوز في التلفزه المغربيه، بحكم انه فعلا هو فيلم عائلي وما فيهش لا تخسر الهضره لا حتى شي حاجه، ممكن كلمه واحده اللي غتقطع، يعني اصلا سعيد معروف بلي ما كيخسرش الهضره بزاف. لكن سعيد كيتفاجئ على انه الوزاره ما قبلاتش الطلب ديالو، بل اكثر من هذا الشيء نخلوه. الى رجعنا للور واحد شويه غنلقاو على انه سعيد الناصري ايامات كان في القمه ديال النجاح ديالو، وكان كيعيطوا عليه باش يدير سكيتشات اما في دوزيام اولا في الاولى. الاغلبيه ديال المواضيع اللي كان كيتطرق ليها غالبا ما كتكون عندها علاقه بالمسؤولين والوزراء والحكومه. بانت لي واحد الاداره قصتها، بغيت نطلع لديك الاداره وانا نلقى واحد الحمار واقف قدام الباب، مع هو حمار وانا كلب ما تفاهمناش. قلت لي هاب 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 بغيت نطلع ويقول لي شد صف مع خوتي. وفي الوقت اللي في الاول كانوا غير ميكين عليه، هادشي من بعد غادي يتفاقم لدرجه غادي يبداو يتجاهلوا في مره، وهادشي كيعني انه حتى الدعم اللي غادي ياخذ غادي يكون دعم عيان بزاف ما عنده باش يغنيه ولا يعاونو. حبسي لي مسؤوليه ديال التلفزيون ديال السينما ما بغاونيش نخدم في المغرب، هذا هو الجواب، لان الاقصاء ديال سعيد الناصري ني با جوستيفي. وزير الثقافه مثلا انا 6 شهور وانا كنجري باش يعطينا رونديفو ما عطاش، جات راقصه شافها له لوندوما، راقصه جايه من لبنان، سعيد الناصري ما عطاناش رونديفو. ومن بعد هذا الضجه اللي ناضت على الفيلم ديال نايضه غادي ينوض المخرج ديال اكس شمكار وغادي يقول للمشاهدين ما تبقاوش تثقوا بسعيد الناصري حيت غير تيكذب عليكم وتيحاول على انه يدغدغ العاطفه ديالكم، بحكم انه هو باغي يرسم لراسو واحد الصوره بانه ولد الشاب وانه حتى هو مقاتل واونتي سيستيم اولا اونتي حكومه. السرقه كاينه وانت شتي مسؤولين راهم في الحبس ومازال خاصهم يجيبوا وحدين اخرين اللي باكين تيتلاعبوا باموال العام، وهادشي تنهضر عليه في السلسله ديالي يوميا. داكشي علاش درت سلسله نائب الرئيس، اختلالات، تحرميات، البيع والشراء، كيبيعوا شرو بعباد الله، الناس كتهرب فلوسها، واحد خازنهم واحد ديالهم تحت الجليج، الابناء يعني مخربين الاقتصاد. هادو مجرمين انا في حق بلادهم في حق وطنهم وفي حق الشعب المغربي، راه بحالهم بحال الاسرائيلي تيقتلوا دابا في الناس في غزه، راه لا ميم شوز. راه من الراجل كيدخل عند وليداته وكرامته كتضيع لانه ما مدخل لهم والو، تيحس الراجل ما تيحسبش راجل صح، البرا ما كتحسب راسها امراه. لكن في الحقيقه هذا الفيلم ديال نايضه ما هو الا نسخه طبق الاصل ديال الفيلم المصري ديال عادل امام اللي دار في 1992 واللي كان سميتو الارهاب والكباب، واللي فيه عادل امام كان كيمثل بالدور ديال موظف حكومي بسيط جدا غيتفاجئ بواحد النهار بانه فاش غادي يمشي للبوليس باش يقضيو ليه واحد الغرض اللي من حقه كيصدقوا ملصقين ليه تهمه ديال الارهاب. وكيكمل المخرج ديال اكس شمكار بانه اصلا الاغلبيه ديال الاعمال ديال سعيد الناصري ما فيهاش ابداع، وغالبا ما كيكون نقلهم من اعمال اوروبيه او لا فرنسيه او لا امريكيه، والحاجه الوحيده اللي كيزيدها عليهم هي داك الضحك والحركات الفكاهيه اللي كيدير. وانا كنتحدى هذا اجي عندي نعطيك سيناريو غراتوي وندير لك اخراج ونطلعك احسن من عادل امام، ما يبغيش، يفضل يسرق سيناريوهات ويديرهم افلام ويدير الحيحه في يوتيوب، يربح في يوتيوب مزيان بحال 2 مليون ديال المتفرجين، ودير ذلك انه هرب من دوزي ما بغاش تدخل ودخلت واحده اخرى قناه اخرى هي تبع الدوله، واش ميدي واش ماروك تي في، المهم هذوك كلهم وليدات دوزيام ولا رطيم، دوك القنوات كلهم راه كاين شحال قناه بريفي كلها الدوله داخله معاهم 60%، دونك الدوله اللي كتحكم وكلشي كيحكم 40% ديال واحد السيد، وداك السيد هاي داخل غير تقشاب وتفليه وصافي. اما هي قناه ديال الدوله باش يوهموكم بان راه كاين قناه بريفي من غير دوزيام ولا رطيم، وديك السابعه والثامنه والتاسعه والعاشره والحادية وطاطا كلهم تابعين للعريش، هذاك العريش داك الميكروب. ولكن بغض النظر على انه الفيلم بسيط او لا ابداعيا حتى هو متواضع، الا انه بصح الا جينا نشوفوا فراه هذا واحد الخدمه وواحد الفيلم اللي خاصو يكون في التلفازه المغربيه، بحكم انه اصلا الا جينا نشوفوا راه لا الافلام ديال فركوس ولا الافلام ديال نبيل عيوش نيت
واخا هو راه عنده افلام سينمائيه زوينه، الا انه فاش كيجي مثلا التلفزه المغربيه كيدير واحد الافلام اللي متواضعه لواحد الدرجه ما يمكنش لكم تصوروها. وبالتالي ونظرا للقدرات ديال التلفزه المغربيه كنشوفوا على ان هذا الفيلم بلاصتو هي التلفازه، لانك فاش غتجلس مع باك ولا امك ولا اختك ولا خوك ما غاديش تحرج في انك تتفرج، لانه ما كاين لا لقطات لا حتى شي حاجه.